لا يا اسطى انت كده هتبوظ الحلقه. لا لا مالكش دعوه بايه. لا ليه بس؟ احنا بدأنا ولا ايه؟ احنا لسه في التسخين. طب عايزين نشوف الساعة كام عادي. ده طالبين داخله كمان الساعه 10 دلوقتي. طب عادي ليه تروحوا؟ عادي ليه تروحوا؟ 10 يا دوبك 10 بالظبط. قاعد يا دوبك فعلا. طب انا ماشي بقى. اهلا بيكم في شفت كوره، والنهارده حلقه ماتش الاهلي والزمالك في كاس السوبر. بعد ما كابتن عادل شاف المباراه منين بقى؟ والله انا مش قلت عارف اصلا ان ليه. احنا مش هنوصل للفاينل اصلا. يعني انا قلت انت شفت الماتش فين؟ في البيت عادي. لا ما انا خلاص ماتشات اهلي وزمالك، اي حاجه لها باهلي وزمالك في البيت خلاص. احنا يعني كان في كابتن عمار كمان، كنا هنبقى 4-1 بس كابتن عمار تعاطفا مع كابتن عادل قال ما يجرحش مشاعره. انا فاصل كان نفسي تقعد هيجي في حلقه التحدي لسه بعد دي على طول. انا هبص الحلقه اللي بعديها هم هيشوفوا التحدي يعني من الاخر. ايه اللي حصل في المباراه؟ يعني انا عايز اعرف بقى ايه اللي حصل. كابتن صامبو الاول نسيت اقول لكم معانا تاني كابتن صامبو الحمد لله على احمد وائل. بقى كده بقى لقينا بقى كابتن واحده هنا كده. بس وقبل بقى ما نبدا الحلقه كده، ايوه هي ده كابتن، هي دي كانت الدخله كابتن احمد. يعني أيوة. نعتبرها حاجة في زي دخلات تانية ولا ايه؟ لا مفيش كده. دخلت العصير ولا ايه؟ جبت سيزون بره ولا ايه؟ خلاص كده خلصنا ولا ايه؟ انت هتجيب حد يحتفل معانا تاني ولا ايه؟ طب هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، تعالى بقى تعالى. هابي بيرثداي تو صامبو، هابي بيرثداي تو يا جدعان كتير اللي انت عامله حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا صامبو، سنة حلوة يا جميل. يلا حالا بقى خلاص كده كفايه. كل سنة وانت بعد ميلاد كابتن صامبو. والله يا جدعان اخواتي اقسم بالله اخواتي. معلش بقى نسينا الشمعة، معلش. حبيبي عمري حبيبي يا كابتن صامبو. سبسكرايب. طب سبسكرايب، طب اعملوا اي حاجه عشان حق التورته. فلوس التورته يا جدعان. ترفعها تاني ولا ايه؟ رفعها خلاص. انا بقول بقى ندخلها خلاص، نرجعها كده. ارجعها بقى. يا دوبك بقى نرجعها المحل. تسلم عشان عمور. ايوه بس يا كابتن صامبو طب العيد ميلاد الجاي. جايبينها للتصوير بس مش اكتر. مين يحب يبدا الاول؟ طيب كابتن في الشباب. لا يا باشا نبدأ يا باشا. يلا العيد ماشي. ميلاد. العيد ميلاد. صاحب العيد ميلاد، صح صاحب العيد ميلاد. العيد ميلاد النهارده. نبدا نقول ايه طيب؟ قول. يعني حاسس ان هو الاهلي كان ده الطبيعي. يعني برضو انت مستواك مستواك تعبان بصراحه. الاهلي ولا الزمالك؟ ما هو انت بنتكلم انت بصراحه. بتشجع ايه؟ انت المفروض تبقى اصلا بتشجع ايه؟ تبقى اتقل من كده. مين انا؟ الاهلي على الفلوس اللي صرفناها يعني؟ ايوه طبعا. يعني عشان انت ما بتصرفش على المرتبات. لا سيبك من لو انا النقطه دي. ذنبي انا يا عم انا اتكلمت في حاجه طيب. في الحته دي. انا بقول انت كان المفروض تبقى اتقل من كده اصلا. الحلقه بدأ سخنه قوي. الحلقه بدأ سخنه قوي. بس انت لسه صغير بنضرب بعض يعني انت دلوقتي. احمد يعني انت عبد امبارح الرؤوف. اصلا عامل فيديو بتقول انا خايف من ضربات الجزاء قدام الزمالك. ايوه انت بتعمل معايا كده كل واحد مره. ايديه مقطوعه على اليمين والشمال وماسك لك السيف بباطه وبتقول انا خايف يضربني يعني. ماشي يا عم. حلوه دي. ماشي ده حلو. دي كويسه. مش عايز دي كويسه. دي مش كويسه. عايز اتدخل، عايزكم تكملوا كده. دي كويسه. انا هسكت يا عم انا كده. لا بس انت ما كنتش هتعدي بيراميدز غير ضربات جزاء. صح. انما انت في ال 90 دقيقه او 120 ما دقيقه عملتش حاجه. بس خلي بالك، لا كفة الزمالك بتكسب في الماتشات دي بجد والله. سيبك من بقى من اي حاجة، بس كتاريخ لا كفة الزمالك تكسب في الماتشات دي بالذات. التخبط ومش عارف ايه ما عندوش حاجه والحاجات دي. اخسرها. ايه بالظبط والله ما بقاش عنده حاجه يخسرها. طيب والله اقسم يعني اكتر حاجه بيبقى فيها فعلا كفه الزمالك فيها تكسب لما اللي هو بيخش ماتشات. انا عارف كده ان انا القسم الاضعف بحاجه. انت نهائي القرن كنت داخل انت اتقل بكتير. خدتاش. دي المره الوحيده اللي الزمالك كان اتقل فيها داخل. ولا اوعى تنام يا اهلي. ليه يا عم؟ لا يا عم، لا دي المره الوحيده. حسام حسن يا عم، الدوري بتاع حسام حسن بتاع. لا بس بس برضه انت كان ايوه بس كان كان ساعتها ساعتها وبركات. طب ماشي، بس كفايه انت كده في الانترو بس عشان شكل الحلقه مشتعله جدا. عايز نقول للناس كلها ما تنسوش تعملوا لايك، كومنت سبسكرايب وفعل زر الجرس. فعلوا زر الجرس بقى على طريقه رونالدو بقى، على طريقه رونالدو. يلا نبدا تاني في الحلقه. وعايزين سؤال الحلقه بقى الكابتن عادل النهارده، ايه اسباب هزيمه الزمالك قصاد الاهلي؟ عايزين الناس تجاوب برضو على السؤال ده في الكومنتات تحت. يعني لو انا همسك كده كان في كام نقطه انا محضرها يعني. الزمالك دلوقتي هو لو بدانا بالتشكيل اللي هو بدا بيه، يعني انا مش طالب من لعيبه الزمالك ان انت كنت تكسب الماتش ده او تلعب لعب على الاهلي وتمسك كوره وكل الكلام ده، بس على حتى الاسامي اللي موجوده انت دلوقتي حطيت فتوح في جبهه لوحده فيها مفيش حد بيسانده، وسحبت الوينج اللي ممكن يساعده
وحطيت ناحيته ناصر ماهر ناصر ماهر. تمام، واخترت انت تلعب 4-3-3 الراس بتاعها لتحت محمد شحاته عشان يكون لوحده في نص ملعب الاهلي اللي هو فيه تقريبا فيه 4 أو 5 لعيبه مش عارف يستلم مش عارف يطلع بالكوره، وعلى اساس ان انت عامل 8 عبد الله وسيف فاروق جعفر اللي اصلا ما كانوش بينزلوا له، فمش الزمالك مخنوق مش عارف يستلم مش عارف يطلع وبيضغط عليه بدري، حصل كذا كوره عارف انت اللي هو لعيب وسط 3 بيقعد يلف وكان في كذا كوره كانت ممكن الاهلي يخطفها قدام ال 18 بتاعت الزمالك الشوط الاولاني. واخترت ان انت الوينج العشوائي اللي عندك اللي ممكن يعمل لك لقطه مختلفه. احنا متعودين بصراحه نزلوا الشوط الثاني يعني مش حاجات ننزل الشوط الثاني حتى الشوط الاولاني، يعني انت كان عندك شيكو بنزا. انا بصراحه احنا لعبنا كتير ماتشات ديربي قدام محمد هاني، كان دايما الزمالك عنده وينج شمال في الناحيه دي بصراحه بيلعب على الجبهه بتاعت محمد هاني. هو مش على طول يعني ايه، هو ولا طالع مع الطالعين ولا راجع مع الراجعين، فهو يعني نقطه ضعف موجوده في الحته دي. كان دايما الزمالك بيستغلها من ايام لما بن شرقي كان لسه في الزمالك. فهو انت دلوقتي اخترت انت تحط ناصر ماهر اللي هو ضعيف جسمانيا وكان متالق في قلب الملعب، وانت شفت ده بعينك. يعني احمد رؤوف انا مش بقول ان هو مدرب عالمي، بس انت شفت ده بعينك مع الزمالك ان هو متالق في قلب الملعب مش كوينج. فانت لما قتلت ناصر ماهر وكمان شيكو بنزا، انا عارف ان شيكو بنزا مش هيعمل الفرق المهول يعني، بس كان جايز زي الكره اللي جري بيها على الخط كده، في كره جري بيها في الشوط الاولاني جايز كانت تيجي معاك، وبدات بقى ترقع بعديها وتلحق تظبطه. ونقطه كمان، انت دلوقتي عندك 3 مهاجمين، عندك عمرو اسمه ايه، سيف الجزيري وناصر وعمرو ناصر. واحد فيهم بيتمركز اللي هو عمرو ناصر، واحد عدي. فيهم بتاع 9 بمعنى 9 اللي هو عدي، واحد فيهم بيتحرك بين الخطوط هو الجزيري. انت ماتش زي النهارده هتختار ان انت تدافع وهتلعب يعني المرتده اللي انت هترميها كمان مش هتعمل تحولات صح، فانت محتاج واحد محطه، واحد للكره العاليه اللي كانت بتترمي ومحدش عارف ياخدها دي. طب لاعب عدي، طب يا سيدي جايز الجزيري يخطف واحده ويجري زي ما حصل قبل كده في ماتش الكاس لما كان امام عاشور معانا وراح ركنها. جايين بقى حته مين يا عم كده غلطه الشناوي اصدقاء الامس واعداء اليوم كلها. فمن الاخر يعني انت انا اللي عايز اقوله قصدي يعني من الاخر ان انت حتى الحاجات اللي كانت موجوده معاك ما استغلتهاش صح. لا هو بدا اصلا تشكيله غلط يعني. سيف جعفر ما كانش لازم عمرو ناصر ما ايوه بس هو منزل الناس دي يعني في الشوط الاول على منزل طول. كل ده عشان يبقى بدني صح. هو منزل شيكو بنزا ده عشان يزق الفرقه ويجري، هو عشوائي يلعبوا في اماكنهم بس بيزق بيجري، يلعبوا في اماكنهم يلعبهم في خلي بالك الزمالك كان جاب جون بتاع شيكو بنزا ده ما كانش حد قال الكلام ده كله، ما كانش هيحصل. ما هو السؤال اللي جاي ما كانش سيء قوي كده يعني. السؤال اللي جاي لكابتن صامبو، السؤال اللي جاي لكابتن صامبو عايزين نعرف اسباب انهيار الزمالك بالذات من الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني وتفوق الاهلي حتى في الكور اللي بيلتحم فيها كل لعيبه الاهلي مع لعيبه الزمالك، تحس ان هو دايما السكند بول بتاعه الاهلي. ماشي بس هو الزمالك ما كانش منهار، يعني انا شايف ان المباراه الاهلي وفق فيها، بس الزمالك ما كانش منهار، بالعكس انا شايف انه بدا بعمرو ناصر كمحطه، دي حاجه كويسه جدا. سيف الجزيري مش هيستحمل يلعب 90 دقيقه، البدني بتاع سيف الجزيري ما يستحملش 90 دقيقه ولا ناصر ماهر ولا ناصر ماهر ولا ناصر منزي قصدي. ولا ناصر مش موجود بقى اصلا في ما سافرش، حتى عدي الدباغ خارج متعور، هو اللي فرق معاه بجد بنتايج، يعني بنتايج في بيراميدز كان هو السبرنتر اللي بيطلع. طب انت الماتش اللي فات كان على الشيبي لوحده، حطيت باك على باك، انا عارف انه حطيت 2 بنتايج وفتوح على فالنهارده وانت شايف بعينك زيزو وبن شرقي في نفس الجبهه، هو زيزو كان متحرك شويه بس مايل اكتر في الشوط الاولاني على اليمين. انت شفتها بعينك وسايب ناصر ماهر مع فتوح في بس هو جه قلب الشوط الثاني يعني جه قلب الشوط الثاني خالص الشوط الثاني بس قلب زيزو هناك خالص. ماشي بس اقول لك على حاجه، ميزه مدير الفني الاهلي الجديد انه زيزو وبن شرقي وتريزيجيه بيعمل روتيشن. ايوه الروتيشن ده هو اللي مخلي، حتى لما جه ينزل حد مكان جراديشار نزل طاهر ما نزلش محمد شريف. محمد شريف عشان هتلاقي اصابه وما بس هو يعني هو لا هو فعلا هو زي ما صامبو كده كان بيقول، هو فعلا تلاقي ان هو روتيشن، شويه تلاقي بن شرقي يمين، شويه تلاقي زيزو راح شمال، تريزيجيه يبدا يدخله في النص شويه او يخليه يستلم على الطرف ويخش وبينزل يدافع كمان. طب انا كنت اسالكم على حاجه بصراحه، انا بحس ان ممكن يكون بن شرقي وزيزو شايف ان في كيمياء ما بينهم حتى ده من ايامكم يعني من أيام كده بس انا حاسس ان تريزيجيه هو اللي مش عايز يبقى في كيمياء ما بينهم، دي تفرق، انا دي حاسسها اللي هو تريزيجيه اول قرار بيفكره. يعني هقول لك على حاجه، حتى لو انا شايف نفسي احسن هو الشوط بص هو تريزيجيه راجع الاهلي، انا ابن النادي هي دي وانا كنت بره، وانا ما بلعبش اصلا دوري محلي، انا كنت بره انا حامل حمله ورحت، فهو راجع ضغط نفسه. انا هقول لك يا سيدي ماشي، بس انا قصدي يعني هو مثلا جبهته فيها كوكا، هو عايز ياخد الفرقه على كتفه ويجري بيها بالظبط. هو لو اعتبر ان كوكا مثلا شايفه باك على قده مثلا
في بس ناس- بيحط في بالزيرة في ناس- جيبه يعني. في ناس بيعملوا يعني دفاعين الواد كويس انا يعني. قصدي مثلا انا قصدي لو تريزيجيه انا مكان تريزيجيه مثلا مم. بحس هو ان هو لسه اول حاجه بيجيبه بتجيله لا بس بروح بيه من الامارات. او ده مين اللي ما نسيب شراب مين في اتنين كده مش هيخشوا تاني تقريبا. فكنت بقول لك على الحته بس بتاعت تريزيجيه دي آه. ان هو اول حاجه بيفكر فيها الكره جايه له من قلب الملعب، حتى ما بيهوش او يستخدم الباك ان هو يهوش بيه بعينه. يعني احنا كاي حد مثلا اتفرج على كوره ممكن يبقى انا واخد القرار كوينج ان انا هعدي على القلب، مم. بس انا هضطر اعمل الفنت او اموه ان انا هطلع الباك او هعمل اوفرلاب معاه، بس هعمل بقى مراوحي ومش عارف ايه واخش على القلب. ده هو شوط ار2 وهي جايه بيروح عادل بوش رجله على قلب الملعب اكن بص يا جماعه انا الملعب بتاعي. هو هي مظبوط أرتو. والله من يوم كاس العالم والبنالتي هو مظبوط. هو كان حاسس ليه إن هو ماتش جاي- انبي لما جاب جون وراح يعمل وش مثلا لا هو مظبوط جدا. وبعدين برضو كوكا مش الباك اللي بيعمل اوفرلاب يعني صح. برضو يعني مش حاجه مش علي معلول مش علي معلول بالظبط علي يعني. معلول ومش بنتايج برضه. مش فلا هو كوكا يعني كفايه ان هو فعلا بيقدر يدافع ورا هو يعني. بيدافع يعني. بالظبط. كابتن وائل، هل التشكيل اللي بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك كان التشكيل المثالي؟ هو اهلي هو كده كده على الورق ومفيش حد تاني ممكن ينزل، يعني انت ما عندكش اصلا حد بره هتقدر تبدا بيه. يعني جراديشار مش المهاجم دلوقتي كويس، بس انت عندك شريف مصاب وبرده مش الشريف المهاجم الجامد قوي دلوقتي. فكده كده انت بره عندك مين؟ عندك مصطفى شوبير. انا كان نفسي يلعب بشوبير الفتره الجايه ويريح الشناوي، ان غلطات الشناوي كتير حتى في كره الجزيري بتاعت النهارده. هو الشناوي خلاص يعني هو برده من النوع هو الناس قدم اللي عامل زي مباراه كبيره تريزيجيه. بس لا، غلطه مش- شويه. مش- انا بس بمناسبه ما الجزيري ده بصراحة. انا ما اعرفش، كنت لسه بقول له الحوار ده، انا ما اعرفش انتوا بتتعاملوا معاه المعامله الوحشه دي. فاكر الجزيري ده من انظف المهاجمين اللي اللي جم جم الزمالك. والله العظيم انا مش عارف انت يعني لو انت عندك الجزيري حتى لو البدني بتاعه مش احسن حاجه، عضيه الدباغ وعمرو نصر كل الناس دي، الجزيري يعني ما قلتش عارف إيه؟ طب انا الاول. اقول لك على حاجه بقى تضحك. انا اصلا الراجل ده اللي هو فيريرا اللي كان موجود، مم. انا شايف ان هو كان ما عندوش شخصيه، فجاي يثبت شخصيته على الجزيري. على الجزيري. على جاي تثبت عليا انا يعني الجزيري ده بنص رجل فورورد لا يعني. مهاجم كويس جدا. بصراحه. ماشي، قبل ما ننهي كنا هنا في التشكيلة، كمل بقى. قبل ما ننهي الحلقه عايزين بس نعرف التشكيله الاساسيه بالنسبه للنادي الزمالك. انت اتكلمت ان النادي الاهلي هو كان ده التشكيل المثالي. ما هو الزمالك برضه نفس الفكره. يعني هو بص هو كاهلي، يعني عشان اقفل حته الاهلي، انت حلولك خلاص هي نزلت. هو ما كان ما اداش وقت لاحمد عبد القادر، شايف ان هو لا ما ادالوش الماتشات اللي فاتت، نزل طاهر بدل شريف. ممكن كانت غريبه بالنسبه لي شويه، بس خلاص يعني كده معناه ان شريف الاصابه مثلا مش تقدر تكمله، او الراجل مش مقتنع بيه قوي دلوقتي ان هو شايف انه ينزل في ماتش زي ده. قفشه مش هينزل يعمل معاك حاجه وخلاص. هو بالنسبه له حتى لما جه بدل طلع نزل احمد رمضان بيكهام ورايح بن شرقي، طلع تريزيجيه عشان اشتكى من الاصابه. فهي خلاص هو كان بالنسبه له وصل 2-0 خلاص، هو مش عايز حاجه ثانيه من الماتش. الزمالك مش شايف ان ممكن، يعني انا استغربت الصراحه لما شفت في الاول سيف جعفر. ده بدنيا مفاجأة يعني المباراة. عشان شاب يعني ماشي يعني بس جاري. يعني خليه زي ما أنا قلت. ممكن احمد ربيع كان ممكن احمد هو ربيع كان عايز يتعب الاول لعيبه الاهلي مش عشان عشان ما عملش ينزل بعد حاجه كده. يعني هو ما لا، عملش لا، حاجه شايف كده خالص. انا فعلا. مش شايف ان هو كان اللي عمل اي حاجه في الماتش الصراحه يعني. بدنيا لا يعني بس بيجري. لا عمل التحامات عنيفه جدا مع لعيبه الاهلي. هو اكنه كان نازل يسيب حد. هو فعلا التحم مع اكتر من زيزو. 3 لعيبه، مع زيزو والتحم برضو تقريبا مع شرقي. ياسر ابراهيم. ده لوحده كده والتحامات عنيفه، مش التحامات اللي هي مثلا لا بيبقى انا حاسس ان الالتحامات شدت اصلا بعد الجون الثاني. انا حاسس بعد الجون الثاني الاول بدات من لقطه عمر جابر مع زيزو وهو ابتدى. على فكره ناصر ما كانش بيلعب وينج. هو ناصر عمل نفس اللي عمله في بيراميدز، هو الراجل اللي بينزل ياخد الكره بس خلي بالك التشكيله دي ظلمت عبد الله السعيد الصراحه. يعني ظلمت عبد الله السعيد. لو احمد ربيع بدل عبد الله كانت هتمشي يعني محمد شحاته فعلا هو النقطه صح. محمد شحاته كان لوحده. عبد الله السعيد برده تايه. ناصر ماهر تحس ان هو بيحاول عايز ان هو يثبت ان انا خلاص بقى انا جيت من الاهلي، فانا عايز جو الكيد ده وبتاع، فعايز احط جون او كده، فكانت باينه شويه. بيستلم لوحده ومفيش حد بيجي له. يا جماعه يعني هو عبد الله لما لعب في ماتش بيراميدز الشوط الثاني الزمالك طلع، الزمالك كان بيطلع كويس الشوط الثاني. صح. فانت يعني عبد الله كبدايه دي ما كانتش اكتر حاجه موفقه. يعني كان ممكن يلعب بين الشوط الثاني اصلا بدنيا او حاجه. انما ناصر ماهر يعني هو بصراحه يعني الزمالك مش هيلعب كوره غير بناصر ماهر. بالظبط. هو بقى حلو بقى وحش. انا قصدي ما تجنحوش. ما بقول ماشي، بس ما هو بيخدم على مين في الماتش؟ يعني انت بيخدم قدام عمرو ناصر، معلش انا ما شفتوش اصلا لمس كورتين على بعض خالص. شيكو بنزا انت بياخد الكوره ماشي بيجري كنت عايز يبدا الشوط الثاني الشوط الاولاني زي ما بدا الشوط الثاني. طب ماشي، هو الشوط الاولاني هو دخل جون في اخر دقيقه ولا في اخر؟ ايوه ما ده اللي انا عايز اقوله يا جماعه. انا شايف هو نزل الشوط الثاني عمل 3 انا عايز اشوف لك الماتش فنيا ما فيهوش احداث قوي. لولا ان الاهلي وفق في التوقيت الجون. انا اللي بقول خلي بالك هي مباريات اللي زي دي، مباريات الكاس ومباريات النهائيه ما بتبقاش معتمده قوي على التاكتكس او معتمده اكتر على الجرينتا. انت بتخطف وعن انت بتخطف فوز. هو مباراه زي تشيلسي اللي مره واحده كده تلاقيها متسحبه بتتكلم بتتكلم بطوله. بتتكلم مع حاجه كويسه. كوره بن شرقي
الجون بتاع بن شرقي ده لو مثلا طاهر هو المهاجم وبيستلم ما كانش هيستلمها تحت رجليه كده وما كانش هيشوط في الجون يعني كان فالاهلي وهي خلي بالك يفرق حتى يعني. حتى لو كان مدافع كان مقيم الفرق بينهم عشان شويه كده طلع محمد كان اسماعيل ايه عشان كده طلع اللقطه دي اللي طلعت محمد ما اسماعيل بالظبط. وحسام عبد المجيد اطول يعني. كان رجع كان يعني لو كان فعلا حسام عبد المجيد الموجود في الكوره زي دي حسبها مش صح. لاعب. هو زيزو لقطه لعبها له على طول خلاص هو انت جيت خطفت جون كده نفس الكورت الجون الثاني هو طاهر برده جه خطف راح على الوينج بيلعبها لبن شرقي راحت لمروان عطيه اقسم بالله اختيار الطاهر في الكوره دي اصلا غلط يعني عشان أصلاً نفس دي- كورت امام اصلا ايوه يعني هو اصلا زيزو طالع على كوبر لاب هتباصي ده قرر انه هيحزق مع حسام عبد المجيد. بس انا كنت حاسس ان هو طلع بيها لبره انا كنت بقول كده كانت رايحه بره. حاسس عنده ثقه في سؤال الحلقه زي ما بيقولوا وعايزين باشا. نعرف اجابته من كابتن صامبو اول واحد. ايوه هل مباراه السوبر هيبقى لها تاثير على منافسه على بطوله الدوري العام؟ طبعا دفعه معنويه كبيره قوي ان انت ترجع الدوري وانت كسبان المنافس بتاعك وبيراميدز اللي هو كان المرشح الاول زي ما عادل قال في انا في كنت الحلقه مرشح بيراميدز بصراحه. كمل ان بيراميدز خالص مش في الصوره ده رابع حتى يعني مفيش فلا دفعه معنويه كبيره. ممكن ممكن سابوا ماتش لعيبة- النهارده يعني لعيبه هم الزمالك برضو خلاص. ممكن تاخدها بدفعه ان انت لازم تثبت نفسك ان انت لا. يبقى باش موسم صفر. هيسيبوا احمد عبد الرؤوف يكمل؟ لا هل الزمالك هيسيب احمد لا، عبد انا الرؤوف شايف ان هو يكمل؟ مش هيكمل هو بس لان بيعدي الجماهير لنا. اصلا مع ان بصراحه سخنها عليه هو دلوقتي. يكمل يعني اديله فرصه هو ما كانش سيء قدام الجيش ولا مش بيراميدز. بقولك ان هو سيء مش هنقتله عشان اتغلب من لا الاهلي. هو بص المشكله دلوقتي ان المنظومه كلها باصه ان من اول حسين لبيب لحد اصغر حد دلوقتي موجود هي كلها منظومه فاشله المنظومه كلها بتوع الزمالك. عايزين بس نجمع الاجابات يعني كابتن صامبو شايف ان دي شايف. هتاثر في صالح الاهلي؟ دفعه معنويه للاهلي ولو الزمالك ساب احمد عبد الرؤوف يكمل الزمالك هيفضل في المنافسه كويس يعني الزمالك عنده شويه سكواد يعني شويه لعيبه طب تقدر مقتنع تعمل بالمدرب. حاجه انما تروح تدور بقى على مدرب اجنبي ويطلع زي نيك فيريرا وتستنى وتغير صح. 3 4 مدربين في الموسم لا ما مشكلتك الازليه كده. كابتن وائل دفعه الاهلي هتفرق معاه كمان حتى في ماتش الاسماعيلي اللي جاي. هتفرق معاه كتير ان انت بعد الاسماعيلي هيبقى عندك افريقيا فلا شايف ان هي هتبقى دفعه كويسه. الزمالك انا عكس صامبو لا انا شايف ان الزمالك ما تهريش ان هم اصلا هم ما بيستحملوش المدرب المصري. انا شايف ان هم هيغيروه وهيجيبوا مدرب تاني وعلى حسب بقى المدرب التاني مين اللي يدور على اجنبي يعني؟ مش شايف ان هم هيكملوا. هو من ليه ايمن الرمادي من الاساس مشي؟ ممكن والله ممكن مثلاً. يرجع تاني هو على فكره كان مثلاً. كويس هو على فكره ساعه لما لعبوا ماتش البنك الاهلي كان بالظبط ممكن يرجع تاني بس انا بقول لك عامه هو انا متاكد ان هم في فتره التوقف الدوري دي هيجيبوا حد. الكريزه بتاعتنا حبيبي حبيبي قلبي حبه الكريز حبه الكريزه لسه فتحي اللي ما ضيعش ضربه الجزاء. والله كنا عصام. والله انا تورتايه الايس كريم اللي جوه دي قلنا ما نجيبش كريزه انت موجود يا حبيب قلبي حبيبي. ها بص هو هتنافسه ولا مع لا باي بص هو باي. كده كده الاهلي طبعا هياخد الدفعه هو اصلا الاهلي احتفل مش علشان كسب السوبر تحس ان هو شم نفسه. هو لان اللعيبه بالنسبه للمنظومه بعد كل ده حاسه ان اللقطه دي كانت لازم تحصل علشان نبني بقى يعني اللي هو احنا اكيد لازم بنعمل حاجه ايجابيه مش كل حاجه ايه نعمل ونعجن فكان لازم الاهلي يطلع لقدام يعني يحس نفسيا كده. فهي بالنسبه له السوبر كبطوله مش كعدد يعني كحاجه نفسيه يبني عليها. انا في الحته بتاعت الزمالك انا برضو زي وائل بصراحه حتى ايا كان هتجيب مين مدرب اجنبي مدرب مصري انا شايف انك استخدم الباقي من الموسم ده اكنه بري سيزون ليك بدري عن يناير، كل يا حتى عم السنة انت كل اليناير. سنه تقول كده ما انت ما هو- كل سنه ما طب تتوفق. ما هو ده غلطه احنا على طول بنعملها. انا نفسي اشوف الزمالك مع مدرب يقعد سنتين ثلاثه. طب ممكن اسال سؤال احنا كان في انت مش فترة- جبت جون ادوارد ده تمام. سيب التجربه سنه ولا 2 وبقيم. لا بس هو انا مش بيتشتم بقول دلوقتي. مش بقول ما هو انت ما انت في وجود مشروع جديد رحت غيرت جبت مدير فني اجنبي قبل البطوله قبل بدايه السيزون بحاجه انا صغيرة. جبت مدرب مصري انا مش فاكر اسمه ايه بس دلوقتي. مهتم إحنا زيك لعبنا برضه مع معاه- الصراحه. سليمان. طب ما انت احنا لعبنا معاه نهائي افريقيا بربع سكواد بفرقه شفتويه بتوع أيوة. الاندر دوجز اللي احنا بنلعب بيهم في اللعب السباعي. حسنين صاحبي ايمن حفني كابتن حسنين. هي معانا سخنان جدا على حلقه التحدي بس الحته دي خليني خلاص. بقى جبته ده وصلني للتوب يعني ده الهرم اللي المفروض النادي الافريقي بينافس عليه. رحت مشيته بعدين على كسب طول. كاس هو الراجل ادى بس الفكره راح إن هو أنت بدأ بتتعامل مع الدنيا في مصري. ليبيا ولا في العراق؟ في العراق. بحس في الزمالك بنتعامل مع المدرب المصري عملت نتائج طب يلا مش في طب سايكل ماشي كده طب ما الاهلي عمل بتطلع. كده طب ما ريبيرو برضه معلش بس انت ما كنتش كاس عالم. طب صدق انت فكرتني بحاجه. مم. انا كان في نقطه كنت عايز اتكلم فيها النهارده ان انا تقريبا عمري ما شفت في حياتي من ساعه ما اتفرجت على كوره ان الاهلي بيبقى فيه 5 مدربين في فتره قليله جدا. ده هم حقيقي. مش 5 هم 4 هم عماد النحاس. 3 وعماد النحاس جه مرتين في النص. ان الاهلي يغير بالشكل ده مش هويه الاهلي. انا بشوف ان الفرق المصريه هي بصراحه عامله زي ما كان الجوهري زمان كده انا عامل معسكر اقعد كتير وبتاع. اللاعب المصري بصراحه مش ملتزم لوحده. فلو هو لا مش وشيكو- فكره وشيكو بنزل التزام ملتزم. لا مش فكره التزام بس هم تحس ان هم بيشبعوا خلاص يعني خدت افريقيا لازم- خدت لازم دوري حد- لازم خدت حد كاس في ظهره. خلاص يعني لازم انت حد في ظهره. موسيماني حد قعد الأجنبي. سنتين
جه بعديها اللعيبه بالظبط. شبعت خلاص مع السلامه، أيوة. موسيماني بقى ونستنى وحش حتى ياخد لان اللعيبه ما بطولات. بقتش بتدي. جه بعديها كولر، لا ابتدت الفرقه تقوم تاني برضو، خد كل حاجه وخد الاخضر واليابس، وبعد كده جه برضو اللعيبه خلاص احبطت وخلاص مبقاش عندها عايز تدي في حاجه تانية، صح. خلاص مشي. بس انا يعني عشان نقفل الكلام، انا بالنسبه لي انا بشوف دايما اللي ممكن يوقع فعلا الفرق الاداره. فكره ان انت ممكن يبقى عندك لعيبه وتفرط فيها، يعني زي مثلا الاهلي فرط في حسام ابو علي، ولو الاهلي فرط في ديانج، ودي حاجه انا متاكد مليون في الميه الاهلي لو ده هيزعل فيها جامد، لان انت هتيجي تاخد مبلغ قد كده، او حتى لو جيت تمشيه في يناير بس عشان ما تخسرش فيه، هتجيب مكانه مين؟ مش هتعرف تجيب حد كويس، وهتيجي نفس فكره حسام ابو علي بالظبط. فهتلاقي عندك هو انت ديانج دلوقتي عايز رجعنا مليون في نفس 800. اللفه تاني. مليون ماشي. 800 في السنه. ماشي يا عم الراجل بيديك، طب ما انت حسام ابو علي معلش، ما انت من ساعتها، انت من قبليه ومن بعديه انت متسوح. لا بس ده واحد خلاص تمرد قال لك انا مش هكمل، يعني الحركات اللي عملها قبل ما لا، يمشي وسام أبو بس علي عشان كان انت خلاص لازم طب النيه ان انت هتمشيه. عادي عادي هات هات عرض يا باشا وامشي. مطلع بيان ان انت مش هتمشيه. لا ازاي؟ انت طلعت بيان انت مش هتمشيه، وبعدين هو بقى التمرد واللي عمله بقى. بلاش بقى نتكلم في الحاجات القديمه، خلاص نفرح بقى بمباراه النهارده هارد لك يا عبدو، ونفرح هارد لك يا بالفوز. عبدو. وقبل لايك شير سبسكرايب يلا. لا قول حاجه مهمه جدا. وقبل ما نقول لهم ايوه، قبل ما نقول لايك سير سبسكرايب، نقول لهم ايه؟ ما يردش اقول بن شرقي، ما يردش اقول عزيزو، انا هقطع اقول له اعمل له ايه؟ قول له سعد يونس كانت بتقول ايه بس عشان قول الحمد لله. انا عايز اقول بس الكابتن عمرو اديب الجلابيه وشها حلو علينا. وبس كده يا جماعه، قلنا نخطف حلقه سريعه كده بعد مباراه الاهلي والزمالك. استنوا حلقه تانية هنصورها دلوقتي وهتنزل بعدها بيومين، وهي حلقه تحدي بقى نسيبها لكم مفاجاه مع كابتن عمار اللي قاعد ورا الكواليس. كابتن عمرو عربي. وقبل ما نقفل الحلقه عايزين نقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك، كومنت، سبسكرايب. فعل زر الجرس. يلا بقى واحده كده مع بعضينا بقى. ايه يلا بينا. قاعده كده مع بعض كده كابتن صمو بقى. خلاص يا عم اقطع بقى. السلام عليكم.